السلام عليكم. بكرة ان شاء الله مباراة الاسماعيلي و فريق زد في الاسبوع الاول من الدوري الممتاز. الاسماعيلي بكرة ماتش في القاهرة. الاسماعيلي بكرة ان شاء الله لازم يكسب، ينزل الماتش، يلعب لعيبة الاسماعيلي تلعب بضمير من اول دقيقة لحد اخر دقيقة. لازم الاسماعيلي، اللعيبة اللي في الاسماعيلي من اول ماتش بكرة ان شاء الله تثبت نفسها للجماهير وللفرق كمان بتاعت الدوري، انها تقول انا فريق كبير، انا الاسماعيلي ان شاء الله. وبقى بكرة ماتش فريق زد، فريق مجهول بس جايب لعيبة كتير معروفة، لعيبة كويسة، يعني انا معرفهمش بالاسماء بس بكرة هنشوف الفريق ده. ولكن الاسماعيلي لعيبته لعيبة من السنة اللي فاتت واللي قبليها، يعني لعيبة محترفة في الدوري برضه من مصر. ولازم يكون في دعم من الإدارة إن شاء الله للفريق الفترة الجاية، عشان اللعيبة تقدر تعمل حاجة السنة دي. أتمنى لهم التوفيق، طبعا أتمنى التوفيق لإيهاب جلال مدرب الإسماعيلي، إنه يقدر يعمل التشكيلة الصح بكرة، إنه يدخل بيها الماتش، تقدر اللعيبة دي تعمل حاجة إن شاء الله. يعني لو جبنا جون في الشوط الأول، يعني الشوط التاني هيبقى سهل بالنسبة لنا، نقدر نجيب تاني والتالت، يعني أي نتيجة. أهم حاجة الإسماعيلي يكسب، مش معقول الإسماعيلي من أول ماتش يخسر من فريق صاعد من درجة تانية. يعني أنا يعني إيه، ما تدخلش دماغي يعني. وكمان الماتشات الجاية كمان هتبقى صعبة. هتلاقي الأهلي الأسبوع التالت ماتش صعب، بعد زد هتلعب الاتحاد، فريق برضو فريق جامد. فكل ماتشات الدوري ماتشات صعبة، فانت لازم تحقق نفسك من اول الدوري، ما تعملش زي السنة اللي فاتت واللي قبليها كمان وتفضل تخسر لغاية ما توصل لآخر الدور الأول وانت في آخر الجدول، في نص الدور التاني، وانت لسه في آخر الجدول لحد آخر الدوري، وانت بتصارع على الهبوط. فده ما ينفعش. لازم الإسماعيلي يعرف الناس كلها ان هو فريق كبير السنة دي. هو صحيح مفيش صفقات اتعملت ومفيش لعيبة جت بسبب وقف القيد، يعني انا مش عارف انا ليه يحصل كل الكلام ده في الاسماعيلي؟ ليه؟ يعني منه الهلال كان السبب الصراحة. يعني الاسماعيلي كان محتاج لعيبة السنة دي، كل الفرق دعمت، كل الفرق جابت لعيبة ما عدا الاسماعيلي. فلازم يبقى في دعم من الإدارة عشان اللعيبة دي تقدر تدي. غير طبعا ان اللعيبة لازم تعرف ان ده موسم استثنائي بالنسبة للإسماعيلي. يعني ويعملوا اللي عليهم وبقى على ربنا. اعمل اللي عليك في الملعب والباقي على ربنا. في النهاية اتمنى التوفيق للعيبة الإسماعيلي وفريق الإسماعيلي بكرة ان شاء الله، ويقدر يكسب ويفرح جمهوره ان شاء الله، ويقدموا ان شاء الله مستوى كويس وطول الموسم ان شاء الله، مش ماتش بكرة بس، الماتشات اللي بعد كده كمان. شكرا ليكم على المتابعة. لو الفيديو عجبكم دوسوا لايك واشتركوا في القناة واضغطوا على زر الجرس عشان كل جديد يوصلكم. شكرا.